الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن شويه تفاصيل ليها علاقه بالكي بي ايز، وازاي نعرف مثلا السي بي سي، وازاي نعرف تفاصيل تانية كتيره زي الكوست بير ريزل، حاجات كتيره كده جدا. وقلنا الكوست فور اكوزيشن، تقريبا كل المصطلحات اللي ليها علاقه بالاعلانات او ليها علاقه بالبرفورمانس شرحناها. طيب عندنا حاجات تانية، عندنا مصطلحات تانية لازم مهم جدا جدا نبقى عارفينها، هنتكلم عنها النهارده. فيلا بينا مع بعض. اول حاجه هنتكلم عنها، حاجه من الحاجات المهمه جدا لازم نبقى عارفينها، هي المصاريف بتاعه المتجر اللي هي الستور اكسبنس. طيب دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان اي حاجه انا بطلعها من جيبي عشان المتجر بتاعي، مثلا الدومين، الرواتب، لو في مثلا كهرباء، المخزن، في اشتراكات للمنصات، مصاريف، كل حاجه هنا المتجر بتاعي بيصرفها لازم اكون عارفها بشكل واضح وصريح، لان ده مهم جدا جدا وهنفهمه ليه بعدين. تاني حاجه معانا هي البرودكت فوركاست. طيب البرودكت فوركاست دي لها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالتوقعات بتاعه المنتج. انا المنتج بتاعي من ناحيه المبيعات المفروض توقعاتي معاه تبقى عامله ازاي، المفروض ابقى منتظر منه ايه يحققه وايه مش منتظر منه يحققه. وده باختصار هو الفكره بتاعه توقعات المنتج. مثلا انا لو بقدر اتوقع ان خلال الشهر الجاي ممكن مبيعاتي تكون 50 قطعه، ال 50 قطعه دول مثلا معناهم ان انا محتاج اروح اخزن في مكان تاني. والله انا توقعاتي الفتره الجايه ان انا ممكن مبيعات القاهره او مبيعات الاقاليم عندي زياده، فده معناه ان انا محتاج اوفر مخزن الاقاليم. لا والله انا اكتشفت ان انا ما ببيعش في الاقاليم، انا ببيع في القاهره بس، مثلا في الجيزه، او ببيع في المنطقه المحيطه. خلاص يبقى ده معناه ان انا محتاج اوفر حد عنده موتوسيكل علشان يبدا يوزع لي حاجه بتاعتي مثلا في المنطقه اللي قريب مني، مش محتاج شركه شحن كبير. فالتفصيله اللي زي كده دي تفصيله مهمه جدا، لازم يبقى عندنا توقعات المنتج القادم. الحاجه اللي بعد كده هي الريتيل برايس، السعر بتاع البيع. سعر البيع ده من الحاجات اللي هو ناس كتيره جدا بتقع فيها، وكنا اتكلمنا في السيشن اللي فاتت على الحلقات بتاعه التسعير، فتقدر ترجع ليها. ولكن هنا الريتيل برايس ده او التسعير بتاعنا مهم جدا، لان هو ده السعر النهائي اللي العميل بيشتري بيه. فالسعر ده لازم تبقى عارف مثلا الكاك بتاعه كام، ولازم تبقى عارف كمان هو اتصرف عليه او كل كامبين كامله اتصرف عليها ارقام عامله ازاي، وانا المتجر بتاعي مصاريفه كام علشان اقدر اخرج سعر كويس. فمثلا لو المنتج بيكلفنا 50 ريال وبنبيعه ب 100، لما احنا اتكلمنا عن البيزك برايس ان احنا نصعب الطريقه الاساسيه، بيكلفنا 100، بيكلفنا 100 جنيه او 100 ريال، وبعناه ب 200، كده يبقى احنا كسبانين في 200. ولكن لما نبدا نشوف مثلا ان احنا نكتشف ان احنا صارفين 50 على اعلانات و50 على حاجات تانية، فكده احنا خلاص ولا كسبانين ولا خسرانين، ودي طبعا نقطه تعتبر نقطه صفريه مش صح. بعد كده النقطه اللي بعديها عندنا حاجه اسمها الافريج بروفيت بير برودكت. هنا الربح الصافي اللي بكسبه من كل قطعه. يعني انا كل قطعه المفروض ان انا بكون عارف انا بكسب منها صافي قد ايه، وشرحنا الحته دي قبل كده. فمثلا لو انا باخد على كل برودكت 50 جنيه، فال 50 جنيه دول معناهم ان انا لو حد طلب مني اتنين معناهم ان انا بكسب 100 جنيه. لو ال 100 جنيه دول هل هم شاملين توصيل واحد؟ يعني مثلا هنا انا ضايف على 50 جنيه دي 10 جنيه توصيل، حد طلب قطعتين، هل ساعتها انا هقدر اقول ان انا بكسب من القطعه الواحده 20 جنيه زي ما بكسب؟ لا، لان انا لو اتنين كانوا طلبوا البرودكت ده كنت صرفت هنا 10 جنيه توصيل وهنا 10 جنيه توصيل، فانا وفرت فلوس التوصيل لان في حد طلب مني تو برودكت موجودين. فدي برضو حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها. طيب انا المفروض بصرف الافريج بروفيت بير برودكت ده ازاي؟ بصرفه بطريقه بسيطه جدا، وهي عباره عن ان انا بطلع الريتيل برايس، سعر البيع بتاعي، وببيعه من حاجه اسمها الايه، الكوكس. الكوكس ده اللي هنتكلم عنه في اللي جايه دي. ولكن احنا لما بنطرح ده بيطرح الافريج بروفيت بير برودكت اللي هو المتوسط الربح لكل منتج. الحاجه اللي بعد كده هنا عندنا بقى الايه، الكوكس. الكوكس دي تكلفه البضاعه المباعه بالنسبه لي، بتبقى يعني التكلفه المباشره للانتاج او لشراء المنتج. مثال مثلا ان احنا اشترينا القطعه الفلانيه اللي كنا بنتكلم عنها دي ب 40 ريال، ده يبقى الجوكس بتاعتي 40. دي حاجه اساسيه، المنتج لحد ما وصل لعند 40. علشان النقطه دي مش عايزك تتلخبط فيها كتير، فخليني اشرحها لك. احنا دلوقتي فلنفترض عندنا اتنين موديل احنا بنشتغل بيه. اول موديل ان انت اشتريت الحاجه، وتاني موديل ان انت بتصنعها. دلوقتي لو انت بتصنع القلم ده، فالقلم ده بتجيب له 1 2 3 4، بتجيب له 4 قطع علشان تركبهم مع القلم ب 35 جنيه، والشخص اللي بيركب القلم بيحتاج 5 جنيه. فكده انت صرفت 40 جنيه لحد ما القلم ده جالك، كده يبقى الكوبس بتاعنا 40 جنيه. على الناحيه الثانيه الموديل الثاني، انا رحت اشتري القلم ده من الراجل بتاع الجمله، اداهولي 35 جنيه، وانا صرفت 5 جنيه مواصلات عشان يبقى معايا، فدلوقتي وهو واقف عليا بكام؟ الكوكس بتاعه كام؟ ب 40 جنيه. فده بالظبط الكوكس المفروض نبقى عارفين. نقدر نقول كده ان الكوكس ده تكلفه اساسيه للبرودكت يستحيل ينزل عنها، ولكن ما بيبيعش بيها، البيع بيع خساره لان احنا لسه ما ضفناش تكاليف ثانيه. ولكن هو ده بالظبط الفكره بتاعت الكوكس بتاعت البرودكت بتاعنا. هتقول لي طيب ايه الفرق ما بين الكوبز وليه ما اضيفش عليه مثلا مصاريف تانية زي الدومين وزي لا، الكوبز بتاع البرودكت حاجه والمصاريف بتاعه الستور حاجه تانية. لان انت مثلا في المستقبل او احنا شغالين هنلاقي مثلا ايه، الكوبز بتاعنا ما ينفعش يقل، بس مصاريف الستور ينفع تقل. فمثلا لو احنا بنشتري حاجه بشهر، لا هتشتري مثلا حاجه لمده سنه عشان ناخد سعر ارخص. او لو مثلا ان احنا بنتعاقد مع شركه شحن تعاقد قليل، ممكن نغير شركه الشحن عشان نوصل لمصاريف اقل. يعني تفاصيل كتيره كده هنشتغل عليها، فاحنا لازم نبقى عارفين الفرق ما بين ده والفرق ما بين ده. الحاجه
التانيه اللي بعدين هي الجي ام في. الجي ام في دي اختصار بالظبط كده لجروس ميشرز فاليو، يعني القيمه الاجماليه للمبيعات. القيمه الاجماليه للمبيعات احنا كنا شرحناها في المره اللي فاتت، ولكن برضه هي مهم ان هي تبان في الستور بتاعنا. فالقيمه الاجماليه للمبيعات دي بتساوي عدد المنتجات في سعر البيع لكل منتج. الجروس بروفيت شرحناه المره اللي فاتت وقلنا ان هو الفرق ما بين سعر البيع وتكلفه المنتج، ده بيطلع لنا الجروس بروفيت. والنت بروفيت ده اللي احنا كنا شرحناها في المره اللي فاتت. دي بالنسبه لنا حاجات مهمه جدا. طيب ايه تاني المصاريف اللي ممكن تبقى موجوده في الستور بتاعنا او في الشركه بتاعتنا لازم نبقى عاملين حسابنا عليها لو الموضوع بنأسسه من الاول؟ عندنا هنا كده فكره البادجت. ايه انواع البادجت اللي احنا بنحتاجها؟ اول حاجه احنا بنحتاج للماركتنج بادجت. الماركتنج بادجت دي ليها حاجتين، يا اما الكلاينت بيقول لك والله انا شايف ان احنا سوق بناء على مثلا انا محتاجك انت اللي تحط لي البادجت دي، فساعتها بتيجي تقول له طيب والله انا شايف ان البادجت بتاعتنا 1 2 3. طب بتبني على ايه؟ بتبني على ان انت مثلا ابدا شوف اقرب المنافسين بيصرف كام في اليوم، وبعدين ابدا احسب الار او اس بتاعك قد ايه، احسب تفاصيل زي كده كتير. فاقول له مثلا فليكن احنا اشتغلنا في اندستري قبل كده وانت سالت عن حد، فعرفت والله ان في ناس بتدفع 150 ريال وبيجي لها مثلا في اليوم 500 ريال. فتبدا تقول له والله انا مثلا لو 150 ريال دول، لو انت هتديني 150 ريال في اليوم، انا ممكن اقدر اجيب لك 400 ريال. بس خد بالك ال 400 ريال دول لما نخرج منهم الحاجات اللي احنا قلنا عليها جوجز، ونخرج التفاصيل الثانيه والحاجات اللي احنا قلناها والكوست بير اكوزيشن والحاجات دي كلها، هيفضل معانا 200 ريال. هل ال 200 ريال دول مجزين؟ هل كده احنا بالنسبه لنا تمام ولا لا؟ فدي طريقه بنطلع بيها استنتاج. طبعا احنا شغالين الموضوع بيبان اكتر. الحاجه الثانيه ان احنا نشتغل على طريقه ان هو يجي يقول لك والله انا الميزانيه بتاعه الماركتنج بادجت بتاعتي رقم فلاني مثلا في اليوم او رقم فلاني في الشهر، ده والله الرقم بتاعنا وانت حاول تتشقلب بيه. ساعتها بتحط البلان بناء على الموضوع ده. دي الحته بتاعه الماركتنج بادجت. الحاجه الثانيه الهيومن ريسورسز بادجت اللي هي ليها علاقه بالموظفين. انا والله ما هو الستور ده مثلا ممكن يبقى انت محتاج محاسب، ممكن تكون مشغل اوبريشن معاك، ممكن تكون مشغل مثلا ريل كونتنت كريتور دلوقتي مهم جدا انه يبقى موجود في الستوري. فالهيومن ريسورسز بادجت دي حاجه من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم تبقى محطوطه. التكنولوجي بادجت مثلا تكون شاري انستراكشر معين، او شاري مثلا سي ار ام، او شاري حاجه معينه مثلا عشان تساعدك في الانتاجيه، في اشتراكات معينه انت دافعها. المهم ان كل حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي دي لازم تطلع لها بادجت مخصوصه. بعد كده حاجه من الحاجات المهمه جدا هي الريسيرش اند ديفلوبمنت. طيب دي مهمتها ايه؟ دي حاجه من الحاجات المهمه جدا للاسف بنغفل عنها، وهي فكره ان انت محتاج فلوس وبادجت تطلع عشان تدور وتسيرش وتعمل تيستنج وتقلب وتجرب تكنولوجي جديده. كل حاجه ليها علاقه بان انت تدور وتعمل حاجه جديده وتشوف انتاجيتها. فمثلا ممكن يتبقى معاك بادجت مثلا، ففي مرات تجرب سناب شات، تجرب تيك توك، تلاقي تيك توك بيجيب نتيجه اكتر من انستجرام. او تجرب بالبادجت دي اللي هتطلع وشايلها انت على جنب، تجرب تريسيرش مثلا في ان انت تستخدم اي تولز في ان انت تعمل فيديو من الفيديوز بتاعتك وتبدا تشوف نتيجتها. مثلا عن تجربه الحته بتاعه البادجت دي بصراحه كان معانا رقم ما كانش كبير، فقررنا ان احنا نعمل موضوع الفيديو 3 دي ده وحقق معانا مبيعات. واخر حاجه معانا هي الاوبريشن بادجت. الاوبريشن بادجت دي كل حاجه ليها علاقه بالتشغيل، تشغيل الماكينه دي او الستور بتاعنا، من اول بقى ما في مودريتور المفروض بيستلم من الديزاينر، بيستلم من شركه الكرييتيف، بنستلم الريل، طب الاعلان عامل ايه، طب استلمنا الاوردر سلمناه لشركه الشحن، طب وصل طب ما وصلش. كل حاجه ليها علاقه بالسايكل اللي جوه دي نقدر نسميها اوبريشن. 1 2 3 4 5. الخمس حاجات دول هم العصب الاساسي لاي اي كوميرس هيتفتح او اي شركه تقريبا. ومن الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون عارفها جدا جدا في المشروع بتاعك ان كل بادجت من البادجتس دي مهمه جدا جدا جدا، ما ينفعش ان انت تستغنى عنها باي شكل من الاشكال. طيب هتقولي انا لسه ببدا، انا والله بجيب برودكت وبشتغل، انا حد لسه اصلا هاند ميد، مفيش مشكله. خرج بادجت للمشاريع دي حتى لو البادجت دي قليله، وقول والله انا هشتغل مكان التكنولوجيا علشان انا البادجت ده، انا هشتغل مكان الاوبريشن عشان بوفر البادجت ده. بس تبقى عارف ان انت شغال مكان دول عشان توفر البادجت دي. دي من التركات او من الحاجات اللطيفه جدا اللي هتفرق معاك في مستقبل الشغل اللي انت بتعمله. لحد دلوقتي احنا كده خلصنا السيشن الثالثه بتاعتنا او المحاضره الثالثه بتاعتنا، واللي كانت مقسومه على مرتين. لو ما شفتش الثالثه من اولها فخليني اقول لك ان الثالثه كانت دسمه جدا، فحاول ان انت تتفرج عليها عشان تعرفنا على مصطلحات كتير. ولو انت شفتهم وما عملتش التاسك فلو سمحت انزل اعمل التاسك، هتلاقي اللينك تحت موجود، وهتلاقي كمان في لينك الكتيب اللي معمول علشان يساعدك ان انت تمشي خطوات رئيسيه في المتجر الالكتروني بتاعك وتستفيد منه اقصى استفاده. فان شاء الله باذن الله تكون بدايه خير، واشوفك مع السلامه.